السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم حبيباتي جيتكم بوصفة سهلة، يعني مش سهلة، وصفة هي بصراحة سهلة ولكن الطريقة نتاعها تكون نوعا ما يعني طويلة. على هذيك تبعوا معايا خطوة بخطوة راح تفهموا يعني طريقة صنع توفيا كراميل أو مزيج الكراميل اللي يستعمل ايضا في الطل يعني تاع الحلويات، وايضا يستعمل في اشياء اخرى كثيره. المهم البنات احنا نركزوا على الوصفه تاعنا. نبداو مباشره في الوصفه تاعنا اللي راح نحتاج فيها مكونات جد بسيطه يعني متوفره في البيت. الطريقه تاع اليوم جد سهله، راح نحتاج فيها فقط لتر تاع الحليب. هذا اللتر تاع البنات تاع الحليب يكون بدرجه حراره الغرفه، انا كان عندي شويه متجمد لكن نتوما ديروا حليب عادي. الحليب هذا البنات راح نضيف عليه 2 كؤوس من السكر. الكؤوس عفوا تاع السكر راح يوزنوا هذاك الكاس تاع 240 مليلتر فقط. البنات انا استعملت الكاس تاع الجازوز عادي، انتم ايضا استعملوا فقط واش عندكم في البيت. كما راكم تشوفوا البنات هنايا حطيت السكر مع لتر من الحليب، راح نذوب هذاك السكر كامل يعني بالاستعانه بضراب يدوي. هنا كي عاد الحليب تاعي بارد طيب طبعا يعني ردالي وقت بصراحه. هذه العمليه كامل دات لي اكثر من ساعه، ولكن نتيجة مرضية جدا البنات، ونتيجة رائعة وناجحة من أول مرة. يعني اللي راح تجربها راح تتبع معي هذه الخطوات إن شاء الله، هي ثاني راح تنجح لها. كما على بالنا بلي في اليوتيوب كاين عدة طرق لعمل توفيا كراميل، وهذه من بين الطرق بصراحة كنت شفتها في الانستغرام في الفيسبوك وأيضا في اليوتيوب، فقررت به نجربها أنا أيضا ونشاركها، والنتيجة خرجت رائعة. المكون الاساسي لهذه الوصفه تاعنا تاع اليوم هو البيكربونات، واللي ما عندهاش بيكربونات البنات راح تستعمل كيس من الخميره الكيميائيه وزن 10 غرام. كما راكم تشوفوا البنات استعملت كيس تاع خميره كيميائيه ولا كيس تاع الحلويات اللي يستعملوه في طهي الحلويات. بالنسبه للتنكيه البنات انا كان عندي بودر نتاع مبشور البرتقال، نتوما تقدروا ديروا مبشور الليمون ايضا لازم يكون بودر البنات باه ما يجيوش تكتلات، ولا تستعملوا لافاني عادي. بما أن في موسم البرتقال أنا نفضل نستعمل الأشياء يعني اللي تصنع في البيت ومنكهات تكون طبيعية أفضل. هنا البنات راح نستمر بالتحريك، وهذا هما المكونات الأساسية تاعنا. يعني لحد الآن ما راح نضيفوا حتى حاجة، فقط نكملوا التحريك والتحريك والتحريك. البنات كما قلت لكم هذه العملية نتاع التحريك البنات أخذت معايا وقت تقريبا ساعة البنات. كنت كل مرة نروح نحرك. هنا لازم نستناو الحليب تاعنا حتى يسخن جيدا ويفيض، ومن بعد كي يفيض الحليب تاعنا راح يبدا ولا تبدا النتيجه تاع توفيا الكراميل تاعنا تظهر، لانه الحليب يبدا ينفصل على الماء يعني ويبدا يخثر ويشكل لنا رغوه تكون من الاعلى، وهذيك الرغوه ايضا راح نتخلصوا منها. يعني هذه الرغوه حاليا هي رغوه استخلاط يعني فقط الحليب كي كان خاثر، يعني استعملت انا حليب فيه الدسم، فهمتوا البنات؟ على هذيك جات هذه الرغوه، بصح من بعد راح تبان لنا الرغوه اللي لازم نتخلصوا منها، راح تظهر يعني وحدها. راح نستمر بالتحريك. وبالنسبه للغاز البنات بصراحه كنت نزيد ونقص، يعني كما في هذه المرحله البنات كنت زدت له يعني باه يفيض لي ونتحصل على نتيجه سريعه، لانه العمليه تطول بزاف البنات ولازم توقفي وقفه واحده يعني ما تغفليش عليها. بهذا الشكل فقط البنات راح نبقى نعسو يعني ونزيدوا الغاز حتى يفيض الحليب تاعي. يعني راح تلاحظوا بلي الحليب هنا انا راني نلاحظ فيه بلي بدا يفيض لي، نتوما راح تشوفوه يعني في المرحله مباشره بعد ما يفيض لي. دوك نوريها لكم. هنا حبيباتي قمت بتسريع الفيديو فقط، يعني اللي تحب تشوف الفيديو راني دايرته بسرعه يعني 1.8، يعني نتوما تقدروا تهبطوا في السرعه وتتبعوا الفيديو يعني بالتفصيل، وراح تجيكم يعني النتيجه يعني نفس الشيء. بهذه الطريقه البنات شوفوا الحليب تاعي هنا بدا يفيض، يعني المرحله راهي واضحه. هنا كي فاض لي الحليب نقصت النار يعني بصراحه كي فاض لي بهذيك السرعه كنت طفيتها، عاودت شعلتها هادئه فقط وكملت التحريك تاعي كما راكم تشوفوا. هنا البنات هذه الرغوه كما كنت ذكرت، الرغوه هذه تشكلت لي من طريقه التحريك تاعي، ولكن راح نبداو نتخلصوا من الرغوه كي يبدا يعني ينفصل هذاك الحليب عن السكر ولا على الماء اللي فيه. راح نتحصلوا على واحد الطبقه يعني حتكون واضحه. هذوك تشوفوا فقط تبعوا معايا في الفيديو راح تفهموا واش راني نقصد. راح نكمل التحريك تاعي فقط هكذا بالتدريج. كما قلت لكم البنات انا ما حبستش، يعني كنت مستمره حوالي ساعه وانا بهذه الطريقه نحرك. شوفوا البنات هنا شوفوا كيفاش انفصلت هذيك الرغوه على الحليب تاعنا وبدا ياخذ اللون يعني اللي رايح للاصفرار نوعا ما. هنا القوام تاعنا راه بدا يتشكل. هذيك الرغوه كما قلت لكم البنات راح
تخلصوا منها. كيما لاحظتوا بالك ولا شفتوا حتى في المربى كي نخدموا مربى ولا الكونفيتير تاع البرتقال او المشماش، ولا دائما تخلصوا من هذه الرغوه، لان هذه الرغوه كي تقعد يعني راح تخلي الخليط تاعنا والله هذيك الوصفه اللي خدمناها تفسد ثمثم. يعني كل ما نحيو الرغوه راح تكون يعني عمر الوصفه تاعنا يعني اطول. بهذه الطريقه البنات كما راكم تشوفوا راح نكمل نحرك، وكل ما تتشكل لي رغوه نتخلص فيها من الفوق، ومن بعد راح نوصلوا المرحله اللي نحوسوا عليها. شوفوا هنا البنات لحقنا اللون، عفوا البنات هنا لحقنا اللون والقوام اللي رانا نحوسوا عليه. انا البنات تقدروا في هذه المرحله تبداو يعني تحبسوا تكملوا، يعني زيدوا فقط دقائق يختار اكثر وتحبسوا العمليه نتاعكم. ولا تقدروا ديروا اضافه كما انا راح نديرها، يعني باه نضمن ونتحصل على القوام اللي نحوس عليه، يعني يكون بشكل يعني رائع 100%. كما قلت لكم البنات الرغوه راح نبقاو نتخلصوا منها يعني الاخر مرحله من الطهي تاعنا. هنا شوفوا البنات طريقه الغليان راهي توضح باللي مازالت كاينه رطوبه ولا مازالت كاينه مياه يعني في الخليط تاعنا. دوك تتبدل البنات، دوك تشوفوا يعني كيفاش نعرفوا بلي لحقنا القوام نحوسوا عليه. حنوريها لكم ان شاء الله. هو من المفروض انه كي نهزوا بالملعقه ونكبوا السائل يبقى لنا خيط، يعني ما يتقطعناش هذاك الخيط تاع السائل كي نكبوه. يعني انا بهذه الطريقه اللي عرفت القوام تاعي بلي راني لحقت الخليط اللي نحوس عليه. وايضا الفقاعات والله هذاك الغليان راح يختلف، راح يولي شغل خاطر كما قلت لكم البنات يختار اكثر. المهم فقط تبعوا معايا، مانيش راح نقطع لكم مراحل الاخيره باه تعرفوا النتيجه اللي ولا الوقت اللي لازم نحبسوا فيه. هنا البنات يعني كنت مكمله في الخلط تاعي ما حبستش قبل ما نضيف الاضافه الاخيره اللي كنت ذكرتها لكم. يعني كاين اضافتين، الاضافه الاولى راح تكون يعني ملعقه من المارغرين، وبالنسبه للاضافه الثانيه هي راح نضيفوا كما قلت لكم البنات ملعقه من النشا مع ملعقتين من الحليب. المهم تبعوا معايا فقط بالتدريج في هذه المرحله. شوفوا البنات الغليان كيفاش ولا كما الحمام البركانيه، ما كانش فيه، تحسي بلي ما فيش سائل، تحسيه بلي راهو ناشف. فهمتوا البنات؟ يعني كنتوا شفتوا بعينيكم. هنا ضفت هذه الملعقه نتاعي تاع الزبده، راح نذوبها كامل في الخليط كما قلت لكم البنات، نذوب هذه القطعه او ملعقه نتاعي تاع الزبده في الخليط ونحرك ايضا نستمر في الخلط. كما لاحظتوا هنا البنات الرغوه هذيك بدات تروح، كل ما يختارنا المزيج تاعنا راح تنقص هذيك الرغبه. هنا البنات رانا في المرحله الاخيره كما كنت ذكرت مسبقا. هذه المرحله اللي تقدروا تحبسوا فيها، يعني بعد ما تذوب لنا الزبده تقدروا تحبسوا فيها العمليه تاعكم او طهي توفيا كراميل تاعنا يعني بدون اي اضافه. واللي يحب يدير اضافه كما قلت انايا راح نضيفوا ملعقه كبيره تاع نشا مع ملعقتين او 3 ملاعق من الحليب، خلطوهم جيدا يعني نذوبوا هذاك النشا في الحليب ونضيفوه الخليط تاعنا. كما راكم تشوفوا البنات اللي عنده البراميكسور يعني راح يدير بالضراب هذاك تاع البراميكسور راح يخرج له خليط رائع البنات. حتى اللون راح يتغير تاع التوفيه تاعنا يكون يعني كلير او يكون باهت اكثر من هذا. انا ما عنديش، راح نستعمل فقط بيدي والنتيجه ايضا رائعه البنات. وبصراحه التوفيه كراميل كي ما يكونش اللون تاعها هكذا مخملي لون بهذا البني، هذا المزيج بين البني والذهبي يعني واش حنقول لكم انا بديت نشعر يعني كي ما يعودش هكذا القوام تاعها ولا اللون تاعها ماهيش راح تجيبه هي انا في رايي انايا. شوفوا هنا البنات النتيجه كيفاش بدات تظهر يعني، وبدات هذيك النشا بدا يدير المفعول تاعو. هو ماهوش راح ياثر بزاف البنات على الخليط تاعنا، يعني ماهوش راح يخليه يكون كتله واحده كما الفلون ولا كما فهمتوا البنات؟ راح ياثر فقط انه يخلي المزيج تاعو ثقيل جدا. هذا ما كان البنات. يعني انا بعد دقائق من اضافتي للنشا كملت حركت يعني وتاكدت بلي المفعول تاع النشا يعني بدا يظهر لي في الخليط كما راكم تلاحظوا البنات. يعني هذه المرحله النهائيه الان حنوريه لكم ان شاء الله يعني في هذو البلارات او في هذو البرطمانات الزجاجيه او البلاستيكيه.
طبعا يعني البلاستيكي بعد ما يبرد باه نفرغوا فيه، اما الزجاج نقدروا نفرغ فيه مباشره. شوفوا البنات القوام تاعنا يعني بعد ما برد قليلا فقط، يعني هنا ما حطيتوش في الثلاجه باه يبرد جيدا، وتشوفوا يعني القوام تاعو بدا يتشكل مباشره. البنات الطعم تاعو البنات رائع، فيه طعم الكراميل. هنا البنات اللي يحبوا يكون عنده طعم قوي يقدروا يضيفوا لاروم تاع الكراميل. هذا ما كان فقط راح يتحصلوا على الطعم اللي يحوسوا عليه. بصح بهذه الطريقه فقط البنات، ها هي كما راكم تشوفوا بعينكم نتيجه ناجحه، وكونتيتي الله يبارك راهي كبيره. يعني تقدروا تستعملوها الحلويات تاعكم، تقدروا تستعملوها الكعك تاعكم، مسكوتة تاعكم، اي حاجه اي حاجه تحبوا تحشوها يعني بهذا التوفيا كراميل. حتى يعني كما نقولوا لي دونيت ولا واسمها هذيك نسيت يا ربي. المهم البنات جميع الحلويات يعني والافكار راهم يعني لكم نتوما البنات الله يبارك مبدعات. ان شاء الله الوصفه هذه تكون عجبتكم، ان شاء الله تجربوها البنات وتكتبوا لي في التعليق بلي راكم جربتوها ونجحت لكم نتوما ايضا. لما لا، مع السلامه، فيديو اخر ان شاء الله.